وفكروها عيل كيوت وبريء، وامه بتقول له نام يا حبيبي عشان المدرسه. بس اللي ما يعرفوش ان الواد ده هي بتمشي على الارض، ودماغه دي كمبيوتر بيطبخ مصايب. معانا النهارده انجيلو، ملك الخطط اللي قرر يتمرد على الطبيعه ويعلن الحرب العالميه على المخ ده. تخيل يا زميلي تكون مراهقه طاقتك بتغلي، وتيجي الحكومه امه تقول لك نام يا كتكوت. هنا انجيلو قرر ان الكلام ده ما ياكلش معاه، وهيبدا تنفيذ عمليه السهر المستحيله. جمع فريقه الفاسد شله الانس، والخطه كانت واضحه زي الشمس: هنطبق للصبح والنوم للجبناء. بس سيبك من الثوره وبص على الحاج ابوهم. الراجل ده في كوكب تاني، كل احلامه وطموحاته في الحياه فطيره جوز الهند. الراجل ده بيحب كرشوه اكتر من عياله، وانجيلو عارف ان الفطيره دي منطقه عسكريه محظوره، خط احمر لو قرب منه هيتعمل منه شاورما. وفجاه الساعه تيجي 11 والجندي ابيتر يفصل شحنه ويبقى عامل زي القتيل. قوم يا ابني، ده احنا لسه في التسخين. الواد طلع افاصه وباع القضيه. هنا الواد شيرود العبقري قرر يشغل وضع الرعب عشان يفوقهم، وقعد يحكي عن رجل الرمل اللي بيخرم العين بالشوكه. الواد ده خياله مريض ومحتاج يتعالج. العيال هتموت من الرعب قبل ما تموت من النوم. الساعه بقت 12 ومرحله الزومبي بدات تشتغل، العيون بتقفل والسيستم بيقع. فوق يا ابني انت وهو اصحى للكلام، لسه فاضل 6 ساعات على الشروق. ليلتنا طين، والبت لولا دي طلعت مش تبعنا، دي جلاد في سجن عايزه تحط تلج في عينيهم عشان يفوقوا. دي مش صحرا يا جماعه، ده تحقيق في امن الدوله. حرام عليك، الواد عينه طارت. وخلاص شيروود ودع رسمي، الفيوزات ضربت وبقى بيكلم السمكه في اسرار الوجود. يا عيني الواد لسع ودماغه عملت ايرور 404. انجيلو قرر يستخدم سلاحه السري، صدمه كهربائيه بالمزيكا. شغل بولكا وتلوث سمعي على اعلى صوت. الواد اتنفض كانه مسك سلك عريان. طبله ودنه طارت، بس اهم حاجه انه فاق. الغايه تبرر الوسيله يا كبير. وفجاه احياه. الحاج طب عليهم وفاش انجيلو وهو بيكلم المقشه وفاكرها صاحبه. منظره بقى مسخره السنين. خش نام يا ابني، شكلك بقى عر قوي قدام الحاج. الصبح طلع واقفين زي الموتى الاحياء، بس فاكرين نفسهم ابطال. الام صعب عليها حالهم وقالت لهم خلاص السهره للتسعه. انتصار بطعم العلقم، بس اهو احسن من ما فيش يا وحوش.